الآية ولا مجال للجدال في هذا. طيب لما الكواكب دي تاخد شكل هندسي، سواء مثلث، سواء دايرة، سواء مربع، سواء مثمن، سواء مسبع، مسدس، يعني أي شكل هندسي. طب لما الشكل الهندسي اللي على الأرض سواء خشب أو حديد أو إلى آخره بيعمل تأثير على البني آدمين، يبقى أنا عندي هنا الشكل الهندسي ده لما يبقى فوق في كوكب تاني، القمر مع الشمس مع زحل مع المشتري مع عطارد، ياخدوا مع بعض كده شكل هندسي معين، يبقى هيحدث تأثير معين. ومن هنا لما يجي خبير علم الفلك أو خبيرة علم الفلك تقول إن في زلازل وصواعق، هي ما بتألفش، ده مش ضرب من الخيال، لا، ده هو من التاريخ اللي حصل من ورا. لما بيبقى الكوكب في الموقع ده هو بيحصل التأثير ده. بالبيوجيومتري بقى انا اقول لما تبقى الكواكب واخده شكل معين، شكل هندسي معين، بيبقى ليها تأثير على الارض وما عليها بنفس الشكل، سواء الشكل ده سلبي فهيدي نتيجة سلبية، سواء الشكل ده ايجابي هيدي نتيجة ايجابية. يبقى هنا الشكل الهندسي زي ما بيأثر في الواقع وعلى الارض، برضو الشكل الهندسي فوق هيأثر على الارض وهيحدث رنين وتردد بحسب الشكل اللي هي واخداه والنتيجة اللي هي عاملاها. ودي العلاقة اللي ما بين الفلك والبيوجيومتري، وانا بلا فخر اللي مكتشف هذه العلاقة. والدليل نظرية فيثاغورس، لما اجي اطبق الشكل الهندسي تأثيره واجي اخد الشكل الهندسي ده من فوق، وبرضه هيحدث نفس التأثير. قصة 1+1=2، ما فيهاش اي جدال وما فيهاش اي خدع وما فيهاش اي كلام. العلمين الاثنين شيقين جدا، سواء علم الفلك او علم البيوجيومتري. والرباط ده، رباط الشكل الهندسي وتأثيره، دي قصة منتهية. وانا عندي اجهزة قياس بتقيس فعلا الشكل الهندسي. لما اكون قاعد قدام كمبيوتر ممكن جسمي يشتاق، او تلفزيون او اي جهاز كهربائي، ان شاء الله حتى في اوضه النوم لندة اباجوره جنب مني، ان شاء الله الموبايل ليه شكل يمنع منه الترددات السلبيه، الكمبيوتر ليه شكل، التلفزيون ليه شكل، اعمده الاناره، ابراج المحمول. بالاجهزه القياس بنكشف السلبيات اللي موجودة، وبالشكل الهندسي بنمنع السلبيات وبنقضي عليها. وده شياكة علم البيوجيومتري، والفوائد بتاعته عظيمة، بس للأسف ما هوش منتشر. عايزين الناس كلها تعرف يعني ايه بيوجيومتري، تعرف يعني ايه طاقة حيوية، تعرف يعني ايه تتعامل مع الأشكال المحيطة بيها. أوضة النوم لازم تكون واخدة اتجاه معين، سرير اللي في أوضة النوم لازم يكون واخدة، هنام كويس لو انا اوضه النوم بتاعتي معموله صح، هقعد كويس لو انا المكان اللي انا قاعد فيه الاشكال الهندسيه اللي موجوده في المكان هتديني شكل صح. حتى الارض الزراعيه لها شكل هندسي بيضاعف الانتاج وبيخليه 160%. حتى علبه السجاير يروح منها التلوث بتاع الاطران لو اتحطت في شكل هندسي. يبقى انا هنا مرتبط بصفه عامه بعلم البيوجيومتري، وفي اجهزه قياس بتطبق هذا الكلام وبتؤكده. يبقى ليه ما نستعملوش؟ وليه ما نبحثش في الامر؟ وليه ما نعيش عيشه كويسه، سواء من يمه التدخين، سواء من يمه النوم، سواء من يمه المطبخ، سواء من يمه الزراعه. حتى المصانع لو تحط لها اشكال هندسيه معينه بتضاعف انتاجيه الصناع. دي دعوه مني لكل من يهم الامر لايجاد حياه طيبه كريمه خاليه من التلوثات الكهربيه والفكريه والحسيه. اللي عايز يعيش حياه سعيده في بيته من غير نكد، في اشعه كهرومغناطيسيه بتطلع من الارض بتخنق البني ادم من العصب بتاعه فيتنرفز فيعمل مشكله في البيت. ده له دجل وله عمل وله مشيخ، لا 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 لا. القصه قصه علميه، في اشعه كهرومغناطيسيه بالقياس بتتكشف، وبمجرد ما نضيف شكل هندسي معين للاشعه دي بتنتهي تماما وبيزول الاعراض وبتزول الامراض. يبقى احنا هنا
لابد ان احنا نحتكم للعقل وللعلم. والى اللقاء في حلقة قادمة.